في اوقات كنت باخد قرار ان انا عايز ابطل، بس مش عايز ارجع لربنا، او انت هتعمل لي ايه؟ او ممكن الفكرة نفسها ما كانتش موجودة ان هو نرجع لربنا. في عز ما كان الصوت اللي هو جوايا بيقول لي لا انت مش هتفضل كده، بس انا مش عارف الصوت ده منين، مش قادر اميزه هو ده ربنا. ان انا كنت مستني ربنا هو ينزل يكلمني. كنت اوقات كتير اروح ابطل وانا اللي واخد القرار، بس مجرد ما اخش ابطل واعمل اعراض انسحاب جسديه واطلع، بعدها بشهر او 2 ارجع تاني نفس المخدر. اتسأل انت بترجع ليه؟ اقول ما اعرفش. فما كان اسرتي ما بتصدقش، بس الحقيقي فعلا ان انا ما كنتش اعرف انا برجع ليه، انا ما اعرفش. يعني انا اللي واخد القرار اللي انا هبطل، بعدها بشويه ارجع تاني. اخر 6 سنين في التعاطي تعرضت جبت قاع بقى، اللي هو نفسي ومادي وجسدي. آه، تعرضت لمساءلات قضائيه، وكنت مبسوط على امل ان هو دي الطريقه اللي هتخليني ابطل مخدرات. بعدها بوقت، يعني بعد ما خلصت المشاكل دي، اتقابلت مع ربنا بطريقه ما كانتش في بالي ولا اعرف ان هو ده ربنا. يعني عملت حاجه تقيله قوي عليا، وكانت اول مره اعملها، ان انا اكون باذي اقرب حد ليا اللي هي والدتي، يعني نفسيا وماديا. نقطة التحول حصلت في حياتي من خلال مكالمة تليفون.